يعني ايه تسكتي على الاهانه وتقولي لنفسك خليني ساكته احسن علشان اللي قدامي ما يزعلش؟ هو زعله اهم من كرامتك؟ وامتى بقى هتقولي لا وانا مش هرضى بكده؟ عايزه اقولك انك كل ما بتسكتي الناس دي بتطمع فيكي اكتر، وغير كده بتتعود انك اخر واحده ياخدوا رايها في اي موضوع. ليه؟ لانك ما بقاش عندك شخصيه قدامهم. والنهارده هقولك ليه لازم يكون عندك صوت وحدود واضحه مع الناس. بس اهم حاجه ما تنسينيش في اللايك ودعوه حلوه زيك. اول حاجه هنتكلم فيها النهارده عن البنت اللي بتكبر دماغها من اي اهانه. يعني لو حد غلط فيها تقول معلش اصل هو بطبع عصبي، فعادي هتعاتبه، ده هو طبع عصبي فلازم تستحمله. او حد مثلا بيهزر معاها تقول عادي اصل كان بيهزر ما يقصدش حاجه. ولو حد قلل منها قدام الناس بتعمل نفسها مش واخده بالها عشان ما تعملش مشكله ويقولوا عليها قماصه، بس هي من جواها ما نسيتش، وموقف ورا موقف ومشكله ورا مشكله، وفي الاخر هتنفجر في وشهم كله وهم يجوا يقولوا هي مالها، مع ان هم السبب في اللي هي فيه. عارفه ليه هم اتصدموا وما كانوش متوقعين منها رد الفعل ده؟ لان الشخص اللي بيفضل يهين بسهوله عارف انك مش هتردي ولا هتزعلي ولا هتعملي حدود، فساعه لما بتيجي تتكلمي وتقولي له لا انا مش هقبل بكده، هو مش بيزعل، ده بيترعب منك. بيترعب لان اول مره يلاقي الست اللي قدامه دي مش سهله. كنت في الاول باهنها وبتسكت، لا دلوقتي ما بقتش تسكت لي. في اللحظه دي بيدخل في مرحله اللوم. مالك ما كنتيش كده؟ ايه اللي غيرك؟ اتكلم معاكي بالطريقه دي مش عشان هو مظلوم، لا لانه فقد السيطره عليكي اللي كان واخدها من سكوتك. عايزاكي وانت قاعده لوحدك تقولي لنفسك انا مش شريره لما اقول لا، انا مش قليله الذوق لما اوقف حد عند حد، لازم احمي نفسي من الناس حتى لو بيأذوني بكلمه، ليه اتخطاها؟ انت لما بتعملي حدود لنفسك انت مش بتبعدي الناس عنك، بالعكس انت بتقربي الناس الصح. لازم يكون المحيطين بيكي بيخافوا عليكي من الكلمه مش بيأذوكي. اكتر جمله مستفزه لما تقول ما هو انا لو اتكلمت هم هيزعلوا وانا مش ناقصه مشاكل. طب هو انت اللي عملت المشكله؟ هم اللي عملوا المشكله؟ صوتي راح يا وليه. يعني انت مش ناقصه مشاكل بس ناقصه قله قيمه، عادي. اختاري نفسك وخلي لنفسك اولويه عن الناس. حاجة تانية عايزة اكلمك فيها انك ما تهدريش طاقتك مع شخص هو جاي يهاجمك اصلا وتقعدي تبرري وتفسري. كبري دماغك. يعني يقولك انت ليه عملتي كده؟ قولي عشان ده اللي يناسبني، خلصت. مش كل قرار هنقعد نشرحه ولا كل تصرف نطلع له بيان رسمي. اللي بيحترمك هيكفيه كلمتك وشكرا. يعني انا كآية موتي وسمي حد يقول لي احلفي، احلف ليه عنك ما صدقتني؟ وعلى فكره اللي بيحلف عمال على بطال ده بيبقى مش واثق من نفسه، يعني في حاجه غلط من الاخر، يعني هو عمال يحاول يثبت ويحلف. الله، طب وانت مش صادق انت بتحلف ليه؟ نرجع لموضوعنا. اهم حاجه خلي عندك شخصيه وخليك واثقه من نفسك قدام الناس كلها، ومن الاخر انت اللي بتحددي تتعاملي ازاي. وبس كده. ما تنسيش تعملي اشتراك لو انت اول مره تشوفيني، واعملي لي لايك لو الفيديو عجبك، وما تنسيش تتفرجي على كل اللي فاتك. بس كده، سلام.